السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمناو. الوصفه ديال اليوم هي عباره عن قنينطات اللي باللوز صحيين، ما غادي نقليوهم لا في زيت لا والو، غادي نطيبوهم في الفران. تابعوا معايا الوصفه اللي غادي نحتاجوا فيها. اللوز غادي نديروه في الماء طايب وغادي نفسخوه وغادي ندخلوه للفران، يعني ما غادي نقليوه ما والو، غادي ندهنوه غير واحد شويه بالزيت وغادي ندخلوه حتى يتحمر في الفران. المهم بالنسبه لكميه اللوز كيبقى لكم الاختيار. هنا انا درت واحد يمكن شي 250 غرام 300 غرام. صافي كما كتشوفوا غادي نحاول انني ندهنو مزيان بالزيت وغادي ندخلو الفران حتى يتحمر. وخديت واحد الكميه واحده اخرى اللي حمرتها غير في المقله وصافي، وغير على وديت باش تعطيني اللون. هنا كنطحنها حتى كتنيل مزيان كما كتوضح لكم الصوره، وغادي نزيد عليها حتى الكميه الاخرى اللي درتها في الفران. كما كتشوفوا كيتنيل مزيان على هذا الشكل هذا. قياس تاخذوا قياس واحد نص كاس ولا كاس غير باش كيعطيكم داك اللون اللي كيجي محمر من الداخل ديال القنيطات ديالنا. اللوز هنا من بعد ما تحمر حتى هو غادي نطحنوه، غادي نيلو. بغيتو تخليوه شي شويه مهرمش خليوه. المهم هنا زدت عليه 2 المعالق سنيده. صافي نطحنوه مزيان، نخليوه حتى يتطحن مزيان. نكمل الكميه ونعاود نرجعو باش نكملو تتمه الوصفه. هنا من بعد ما طحنا اللوز ديالنا غادي نضيفوا واحد شويه د الملحه، غير واحد القبيصه د الملحه باش نصحوا المذاقات. غنضيفوا واحد المعلقه كبيره سوا ديال العسل سوا ديال الكريم كراميل سوا ديال الكونفيتور كما درت انا، وواحد المعلقه كبيره ديال الزبده. صافي وكنحاول انني نجمع هذيك العجينه ديالي مزيان ديال اللوز على هذا الشكل هذا. ومن بعد كنشكلوا بها هاد القنينطات، كنشكلوا بها واحد الاصابع. ممكن انكم ديروهم كويرات وديروهم يعني بريوات، المهم اللي بغيتو. بالنسبه لي انا هنايا استعملت ورقه الفيلو، كتعجبني في المعسلات وكتجي سهله وتا كتبقى مقرمشه. دونك خديت هذيك الورقه ديال الفيلو غنقسمها على جوج كما كتشوفوا. وبالنسبه لهاد الكميه ديال اللوز انا احتاجيت غير النص ديالها، يعني من شديتها حليتها كما كتشوفوا قسمتها على جوج. خدمت غير بالنص، والنص غادي نخليه ندير به شي حاجه واحده اخرى. وهذاك النص حتى هو غنعاود نقسمه على 4. على 4 وهو باش غادي نخدم. المهم انا كما كتوضح لكم الصوره ها هو قسمته على جوج وغنعاود عاوتاني نقسمه على جوج. صافي وهذيك الكميه هذه هي اللي كفاتني في هذه الكميه كامله ديال اللوز. كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. انا غادي نكمل ونعاود نرجعوا باش نوريكم الطريقه ديال الطي ديال القنينطات ديالنا اللي كيجيو ساهلين. كما كتشوفوا كناخذوا الورقه كنديروا غير وحده وكندهنوها بالزيت على هذا الشكل هذا كما كتوضح لكم الفيديو. وكناخذوا يعني واحد شويه ديال اللوز كما كتشوفوا وكنديروه على هذا الشكل هذا. يعني كما كتشوفوا كتجي سهله في الطي ديالها. وصافي يعني وكنبقاو نحاولوا اننا نبركو باش يعني الحشوه تمشي في الجوايه كاملين ديال السيكار ديالنا. صافي وغادي نسدوها بالزيت كتجي ساهله على هذا الشكل هذا وكيجيو متيولين وصغيورين ومقادين كما كتشوف. انا نعاود معكم وحده اخرى نخليكم مع الطريقه في الفيديو ونعاودوا نرجعوا نكملوا الوصفه. صافي هنا من بعد ما كملت الطي ديال هذيك الكميه اللي عندي دهنتهم بالزيت وغادي ندخلهم للفران على درجه الحراره 160 درجه. نشعل عليهم من الفوق ومن التحت ونخليهم حتى يتحمروا على هذا الشكل هذا. وكنخرجوهم باقيين سخان وكنطفيوهم في العسل، يعني يكونوا هما سخان وكنديروهم في العسل وكنخليهم يتعسلوا مزيان على هذا الشكل هذا. يعني كنخوي عليهم العسل كما قلت لكم هما راهم سخان باش كيشربوا مزيان، وكنخليوهم حتى كيشربوا داك العسل مزيان وكنقدموهم. الصراحه تيجيو رائعين بلا زيت بلا قالبيات بلا زعما حتى شي حاجه. تيجيو صحيين الى حد ما ومزيانين. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه لوليداتكم. وكنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله، وبسلامه عليكم. باي باي.